عشان يتجنب وجودها في حياته. استسلمت للظن الأخير ده، وعدى أسبوع ومفيش جديد غير إن هاني اتقدم رسمي لخطبة جيهان، واندمجت جيهان في حياتها الخاصة مع هاني اللي طلب إن هما يكتبوا الكتاب بسرعة، لأن مفيش داعي لطول الخطوبة والتعارف لأنهم فعلا عارفين بعض. كانت غادة في مكتبها في المستشفى ودخلت عليها لمياء. ازيك يا دودو؟ عايشة يا رب دايما، بس مالك مكتئبة كده ليه؟ سكتت غادة شوية وقالت سمعتي حاجة عن الكابتن شريف من ساعة ما سافرت؟ المفروض ان انا اللي اسألك، ده حالتك، مش المفروض يجي يتابع هنا؟ بقاله فترة ما بيجيش وكمان قافل تليفونه وبدأت غادة تعيط بانهيار. لمياء بخضة بس ايه يا غادة مالك يا حبيبتي؟ استمرت غادة في العياط وحاولت لمياء تهديها، وبعد شوية قالت لها لمياء انتي كويسة دلوقتي؟ ايوه الحمد لله. مالك فيكي ايه بس؟ ما ردتش غادة، فقالت لها لمياء طيب تحبي تروحي؟ لا انا هكمل شغلي عادي، انا كويسة مفيش حاجة. خلاص وانا موجودة، لو عوزتي حاجة اتصلي عليا. بصت لها غادة بامتنان لان لمياء هي صديقتها الوحيدة في المستشفى. من ميزاتها انها ما كانتش متطفلة او بتحاول تعرف اخبارها واسرارها، صديقة مستمعة بتحب الخير لاصدقائها وكل اللي حواليها. فقالت لها غادة تعرفي ان الكابتن شريف كان طلب ايدي قبل ما اسافر؟ لمياء بفرحة بجد؟ ألف مبروك، بس مش عارفة لما جيت تليفونه مقفول هو ومامته، وابن عمي راح له البيت مش موجود بقاله مدة، خايفة عليه وقلقانة، مش عارفة حاجة عنه خالص. أكيد هيظهر، هيروح فين يعني؟ ما تقلقيش، ربنا يستر. وعدت أيام، وفي يوم وغادة راجعة البيت لقت جيهان مستنياها قدام الباب. اتأخرتي كده ليه؟ في ايه؟ اتصلتي بيا كتير ليه؟ شفت خبر عن شريف النهارده على شريط الاخبار في التلفزيون. غادة بلهفة ايه؟ خبر ايه؟ بسرعة قولي. كان مسافر في رحلة علاجية، ده اللي كان مكتوب. غادة باستغراب ازاي والمستشفى ما تعرفش؟ وبعدها شهقت وقالت يمكن راح يعمل عملية عينه؟ يمكن، بس مفيش تفاصيل عن الخبر. مسكت غادة تليفونها بسرعة وفتحت مواقع التواصل الاجتماعي ودورت على اخبار جديدة، وفعلا لقت اخر خبر مكتوب عنه. عاد الكابتن شريف عبد الهادي لاعب النادي الاهلي من رحلة علاجية والتي استغرقت 3 أسابيع. من المعروف انه قد اصيب بحادث سيارة منذ 4 شهور، والذي اسفر عنه كسور في مناطق عديدة وتم علاجها جميعا. تسبب الحادث فقدانه لنظره، ولكن رحلته الأخيرة للخارج كانت لإجراء عملية يقال أنها كانت الأمل الأخير لعودة نظره، وبالفعل نجحت العملية وعاد الكابتن بصيرا وسوف يعود قريبا لمكانه في الفريق. جيهان بفرحة مبروك يا غادة. الله يبارك فيكي. مالك مش مبسوطة؟ لا مبسوطة اكيد، ربنا شفاه ودي اكيد حاجة كويسة. انتي اكيد زعلانة عشان ما قالكيش قبل السفر، اكيد كان عايز يعملها لك مفاجأة. اكيد، انا هدخل انام شوية. ماشي يا عروسة. ودخلت غادة اوضتها وفكرت في حاجة وقررت انها تنفذها. بعد شوية دخلت عليها جيهان الأوضة، لقيتها لسه قاعدة بهدومها. غادة انتي لسه ما نمتيش وما غيرتيش هدومك ليه؟ ادت غادة لجيهان ظهرها عشان ما تشوفش دموعها وقالت هغير اهو انام. مسكتها جيهان من ايديها ووقفتها وقالت لها بتعيطي ليه يا غادة؟ مفيش حاجة، سيبيني بقى اغير. اقولك انا بتعيطي ليه؟ اقولك على الحقيقة ولا خايفة تواجهي نفسك؟ غادة برجاء اسكتي بقى، مش عايزة اسمع حاجة. لا اسمعي، عشان واضح انك ما بتعرفيش تفكري صح. اقولك انك خايفة يشوفك ولا اقولك انك ضميرك وجعك عشان زعلانة انه بقى يشوف؟ في الوقت ده فوزية خرجت من اوضتها عشان تدخل الحمام، وهي راجعة سمعت صوت جيهان وهي بتكلم غادة، فوقفت تسمعهم. لو سمحتي يا جيهان، دي حياتي وتخصني، سيبيني لوحدي بقى. ماشي، ايه بقى اللي قررتيه في حياتك اللي تخصك؟ انا مش هكمل مع شريف.